السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتي وقناتكم نبيلة والبيت الكبير. السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم مرة تانية في قناتكم نبيلة والبيت الكبير. النهاردة الطبخة مغربية 100% وإحنا بنسميها رفيسة، وهي خاصة للي بتخلف لأنها بتدر حليب كتير وبتساعد إنك يكون عندك حليب وفير عشان ترضعي بسهولة. فتعالوا معايا ان احنا نشوف الفيديو للآخر، بتمنى يعجبكم وتكملوه، واذا اعجبكم طبعا ما تبخلوش عليا بشير ولايك وسبسكرايب، وتعالوا نكمل مع بعض. على فكرة الوصفة فيها كل اللي احنا بنحتاجه، فيها بروتين وبقوليات ونشويات وفيتامينات، وكل اللي انت عايزاه موجود فيها. نبتدي مع المقادير. زي ما انتوا شايفين في الصورة، احنا طبعا مبهرين الدجاج من قبل عشان يدخل معاه كل البهار ويطلع طعمه طيب. تعالوا نشوف البهارات اللي استعملناها واللي احنا لسه حنضيفها. هنا اخذنا البهار المغربي اللي وريته لكم من قبل، جنزبيل وفلفل اسود وسمنة بلدي وتحميرة او بابريكا، 7 بهارات، سيزن اول وبقدونس. وطبعا زي ما بقول دايما السيزن اول فهو اختياري. هنا الحلبة، والحلبة دورها كبير جدا في در الحليب. هنا بصل شرائح وعدس. دي المكونات اللي احنا هنحتاجها في طبخة النهاردة. هناخد الدجاج هنحطه في الطنجرة عشان نقليه من كل الجوانب. على فكرة طبختنا النهاردة من ايدين ست الحبايب، دعوتكم ليها بالصحة والسلامة، وربنا يشفيها ويعافيها يا رب، وما يحرمهاش من صحتها ولا يحرمنا من بركتها علينا، ووجودها منورة حياتنا، فما تنسوهاش بالدعاء. هنا ضفنا السمنة وبنضيف كل البهارات اللي احنا شفناها من قبل، وحنضيف زيت زيتون، او ممكن انكم تخلطوها ما بين زيت القلي مع زيت الزيتون، لكم الاختيار. حنقلب الدجاج كويس في الطنجرة عشان يتقلى من كل الجوانب، وعشان كمان البهار يتخلط كويس. يعني زي ما انتوا شايفين هو مشرب البهار كويس، وشايفين لونه يعني حيستوي، حتى إذا ما حمرتيه بيطلع بيرفكت معاكي. نقليه من كل الجوانب زي ما احنا حنشوف، بنقلبه لحد ما ياخد تقلية من كل الجوانب. وبنضيف جزء من البصل اللي شفتوه معانا عشان يستوي معاه ويعطيه طعم. بعدين حنضيف المرقة، يعني المية اللي حيستوي فيها الدجاج، ولازم إنها تكون مرقة كافية لأنه هي اللي نستعملها في الطبخة، إن إحنا نسقي بيها الرغيف اللي إحنا حنعمله. لازم تكون الكمية كافية. هنا بقى بعد ما استوى الدجاج شلناه وضفنا العدس، وبعدين حنضيف الحلبة كمان بعد ما نقعناها في مية عشان تخف قوتها شوية، طبعا للي ما بيحبش طعم الحلبة. هنا حنقول بسم الله ونعجن الرغيف اللي احنا حنستعمله في الطبخة دي، وهو عبارة عن طحين أبيض وسميد رقيق أو سيمولينا، في ملح، شوية خميرة بسيطة وشوية سكر بسيط، ونبتدي نعجن. والكمية على حسب انتي عايزة كمية قد ايه. مثلا استعملنا كاستين طحين ابيض، بنستعمل كاسة واحدة من السيمولينا،
وكده يعني دائما بنستعمل الكمية مع نص الكمية، ونعجنه منيح لحد ما يندلك معانا ويصبح متجانس ولين. وبعدين نطلعه من العجانة ونبتدي نشكله. طبعا مش شرط انها تكون العجانة، ممكن انك تعجني بايدك عادي. شايفين يعني العجينة لينة وجاهزة للتشكيل. بندهن ايدينا بشوية زيت ونبتدي نقطعها على شكل دوائر، على شكل كرات، آسفة. زي ما انتوا شايفين في الفيديو بنقطعها على شكل كرات صغيرة، لأنه إحنا عايزين لما نفردها إنها تيجي رقيقة عشان يكون ناجح معانا. بنكمل تقطيع العجين وحنرجع مع بعض عشان نبتدي نستويه. هنا لما قطعناه حندهنه من الوش بشوية زيت عشان ما يشكل لنا قشرة من فوق، ونغطيه بالبلاستيك ونخليه يرتاح لدقائق زي ما انتوا بتشوفوا في الفيديو تماما. نبتدي هنا ان احنا نضيف البصل الباقي على العدس والحلبة اللي في الطنجرة ونخليهم يستووا. زي ما قلت لكم مش لازم العدس يستوي لحد ما يتفك كله، لازم يفضل باين. هنا ابتدينا نستوي في الرغيف، وهذه هي طريقة السوا. ان احنا بنفرد اول كرة وبنحطها في الغلاية، بعد ما تمسك نفسها من الجهة اللي تحت ناحية الغلاية بنقلبها على الجهة التانية، وبنفرد كرة تانية وبنحطها عليها من فوق زي ما انتوا شايفين في الخطوات بالضبط. حطينا الكرة التانية، لما نفرد الكرة اللي بعدها حنقلب على الجهة التانية ونحط. دايما الجهة اللي بتمسك نفسها هي اللي بنحط عليها الكرة اللي بعد، يعني وهو بسرعة ما بتفردي الكرة يعني بتكون الجهة هديك مسكت نفسها يعني، فبتقلبيها وبتردي تحطي عليها. بنفضل على هذه الطريقة لحد ما نخلص الكمية اللي معانا. هنا رجعنا لكم وحنبتدي نقلبهم على الناحية اللي لسه ما حطيناها على الغلاية عشان كمان تمسك نفسها شوية. شايفين يعني بسرعة بسرعة. هنا قلبناها، حنرد نقلبها ونشيل الرغيف اللي من تحت. بعد ما بيتحمر كله بنقطعه بهذه الطريقة، وهنا كل العناصر عندنا جاهزة. حنيجي عشان نحطه في طبق التقديم. ده طبق مغربي اسمه قصرية وهو من الفخار. بنحط فيه الرغيف وبنبتدي نسقيه بالمرقة اللي احنا طبخناها. يعني بعد ما بتسقيه من الوش هو بيبين انه خلاص شرب، بس لازم تقلبيه بالشوكة لأنه من جوا بيكون مش واصله المرقة نهائي وبيكون ناشف، فلما بتيجي بتاكليه بيكون ناشف من جوا ومش كويس. عشان كده بنقلبه وحنرد نسقيه مرة تانية عشان كله يشرب من المرقة زي ما انتوا بتشوفوا. هنا ابتدينا نحط العدس لحاله، آسفة البصل. ده البصل اللي ستويناه بيكون مستوي في المرقة لحاله، بنحطه كنوع من الديكور. والديكور بيختلف، كل واحد بيزين باللي هو عايزه، وممكن تحطي عليها بس دجاج وبصل وعدس وكفاية. يعني أنا حطيت دجاج وبصل وعدس، وحطيت لوز تمر محشي باللوز المقلي، وبرقوق متعسل زينته بالسمسم،
وكمان حطيت عليها بيض السمان مسلوق ومتزين بالخشخاش. ومن فوق الدجاج عملت مشمش على شكل وردة، وحطيت جواه لوز مقلي وحطيته على شكل ديكور، وده بيرجع اختياري لكل واحد. وزي ما قلت لكم الطبخة دي خاصة جدا بتتعمل عندنا لما الوحدة بتخلف، فبيعملوا لها الطبخة دي لأنه بتدر حليب ومفيدة جدا للوحدة لما بتخلف. فبتمنى إنه الفيديو يعجبكم وتكملوا للآخر، وما تنسونيش بدعمكم وتعليقكم.